الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا بصور الفيديو ده يا جماعة النهاردة درجة الحرارة معدية 39، يعني داخله في 40، وزي ما حذرونا وقالوا ان الاسبوع ده كله درجه الحراره هتبقى 40 في الظل وهتعدي ال 40 كمان. طيب النهارده اي حد عنده مشروع ارانب، انا كلامي كله للمربي المبتدئ، المربي الصغير. طب هيعمل ايه في الحر ده؟ الارانب هتموت ولا هيعمل ايه؟ بص يا سيدي، مبدئيا ممنوع في الحر، كلامي للمربي الصغير المربي المبتدئ اللي ما عندوش خلايا تبريد، ما عندوش شفاطات، ما عندوش الكلام ده. طب انت هتعمل ايه؟ انا عن نفسي النهارده عملت كده. هي دلوقتي الساعه تقريبا 7 داخلين على المغرب، وطلعت للأرانب دلوقتي، ولكن بالنهار كنت معاهم برضو. أول حاجة عملتها زي ما حضرتك شايف كده أهو، رحت بالل الشويلة دي وعلقتها أهو. الشويلة كلها مبلولة واتعلقت. دي بتخلي الهواء السخن اللي جاي من بره يخبط في الشويلة المبلولة دي، يبقى الهواء اللي داخل بارد مش سخن. دي اول حاجة عملتها. المية نزلت فيتامين سي، ما عندكش فيتامين سي هتنزل ليمون، ما عندكش ليمون هتنزل كربوناتو، معلقة على كل 3-4 لتر مية كربوناتو. طب بعد كده ايه اللي انا عملته مع الارانب؟ بص يا باشا، شايف العلافات؟ بص اهي فاضيه، مفيش قدام الارانب اهو، زي ما انا موريك اهو، مفيش قدام الارانب اكل. ابدا حط الاكل لما الجو يطري، لما الجو يبقى كويس، بدا يتعدل شويه. الارنب مستنيك، الارنب مستنيني. ليه؟ لان الجو بقى معقول شويه، الحراره نزلت شويه، وبالتالي الارنب بص واقف اهو مستني عشان احط له الاكل. يبقى نصيحة مني، اوعى تاكل الارانب بالنهار في الحر، خلي الارانب نايمة ومستريحة. بص كده حضرتك اهو، اهو بدأت احط للارانب الاكل اهو. بص كده، خليك معايا معلش، انا عايز اوريك عملي في الحر الشديد ده. النهارده درجة الحرارة داخلة على 40، والاسبوع ده كله درجة الحرارة داخلة على 40 وهتعدي 40. هو ده يا جماعة اللي انا بعمله في الحر. بص بقى حضرتك، النهارده 22 والتاريخ بيظهر في الفيديو، النهارده التلات، وكلنا حاسين بدرجة الحرارة. طب الارانب عامله ايه يا عم عصام معاك في الحر ده الارانب هتموت؟ لا يا سيدي، انا زي ما صورت في الصيف هصور في الشتاء، في الشتاء هصور في الصيف. يعني ايه؟ بص كده، ادي الارانب كلها صف عساكر اهم وكله بياكل. يبقى ما نحطش الاكل يا جماعه الا بعد العصر، يعني الساعه 7 كده او حاجه، وما يكونش قدام الارانب اكل. زي ما انت شايف بدأوا ياكلوا، وهشيل الشويلة دي دلوقتي عشان يخش هوا، والدنيا ان شاء الله هتبقى كويسة. فاول نصيحة لك، اوعى تحط علف بالنهار، العلف يتحط قبل المغرب بشوية. دي نمرة 1. نمرة 2، اوعى تتعامل مع الارنب بالنهار في اي حاجة. يعني مثلا لو لقيت ظهر حالات جرب او حالة جرب عندك، اوعى
تعالج الارنب في الحر دون. طب علاج الجرب ايه يا عم عصام؟ احنا قلنا هندي 1 سم ايفوماك، ونجيب مرهم اللي هو الكبريت، وندهن المكان المصاب بالجرب، ونجيب دايزانون 1 سنتي على لتر الميه، ونرش الارنب، بس ما نجيبش على عينه او ودانه، ونرش المكان اللي فيه الجرب. هو ده علاج الجرب. 1 سنتي ايفوماك، ندهن بمرهم كبريت، نرش بدايزانون 1 سنتي على البطارية وعلى الأرنب. هو ده علاج الجرب بكل بساطة اللي بيظهر في الحر الشديد. ممكن يظهر عندك حالة، يظهر حالتين، عالجهم بدري، مش هيبقى فيه جرب خالص. بص حضرتك، منظر يفرح. أنا واقف أهو في الحر، حران وكل حاجة، ولكن أنا ممكن أعيش هنا، مش ممكن أعيش. ما عندي تكييف تحت، بس ما والله ما بشغله. فزي ما انا عايش، زي ما الارنب يعيش. اللي عنده مزرعه، اللي عنده امكانيه يركب خليه تبريد، ربنا يسهل له. طب ما انت يا عم عصام ما عندكش امكانيه تركب خلايا تبريد؟ لا والله عندي الامكانيه، ولكن انا بحاول اخلي ظروفي زي ظروف اي واحد مبتدئ او اي واحد صغير ما عندوش خليه تبريد. ما ينفعش ابقى انا مشغل لي خليه تبريد هنا دلوقتي واقول يا جماعه ما الارانب اهي زي الفل وعايشه ودرجه الحراره. لا، ما خليه التبريد بتنزل الحراره، ولكن من عيوب خلايا التبريد ان هي بتزود الرطوبه، لان هي عباره عن ميه ساقعه وبخار ميه. وطالما الرطوبه زادت وفي حراره، يبقى كده وانت مغمض اتاكد ان هيبقى في حالات جرب كتير. هو ده اللي انا عايز اوصله لك برضو في الاول وفي الاخر. كل حاجه لها مميزات وكل حاجه لها عيوب. انا عندي الشفاط ده ممكن بشغله. ايه المشكله ان انا ما شغلش الشفاط في الحر دون وكده؟ بشغل شفاط برضو، ولكن بشغله لمده ساعه او حاجه بعد العصر. ما ينفعش تشغل الشفاط قبل الظهر. بص كده الارانب اهي مستنيه الاكل. بص حضرتك اهو، بص كده اهو، اللي جنبهم هيتجننوا. يبقى الارانب بتاكل في الصيف وبتاكل في الشتاء، ولكن ما تقلقش لو لقيت الارنب بتاعك في الصيف الوجبه بتاعته بتقل. يعني ايه؟ يعني الارانب يا جماعه في الصيف لو الارنب بياكل 150 جرام، لا، الارنب في الصيف هياكل 100 جرام. ما تقلقش، زيه زي البني ادمين، بعتمد على الميه. يا ريت احنا كلنا يا جماعه عارفين اكياس السندوتشات دي، املاها ميه بالليل النهارده وحطها في الفريزر، هتبقى تلج. هتيجي بكره الصبح الظهر كده، حط لي الكيس بتاع التلج جوه الجردل بتاع الميه. الميه هتفضل طول النهار ساقعه، والارنب هيشرب وهيبقى مبسوط. هو ده يا جماعه اللي عايز اوصله لك في درجه الحراره العاليه دي. الارانب بص كده اهي نايمه جنب امها، ارانب اهي، وده بيرضع اهو. بص تاريخ الفيديو 22/7، النهارده التلات، ودون مكتوب على الفيديو عشان مفيش واحد يشكك ويقول ان ده متصور في يوم تاني. بص كده احفاد كيتي، بص الجمال والحلاوه. ادي احفاد كيتي اهم مستنيين الاكل اهو. بص اشتغل وما تخافش، وان شاء الله الشهرين بتوع الصيف دول يعدوا على خير، وبعد كده باذن الله هنشتغل بكثافه وبكل الطاقه الانتاجيه لنا. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحه وفي اسعد حال، اللهم امين يا رب العالمين. لو عجبك الفيديو يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك، يا ريت تقول لي رايك ايه وتعليقك ايه. بس اتمنى ان انت وانت بتقول لي رايك ان انت ما تقوليش ما تركب خلايا تبريد يا عم عصام وسيبك من اللي انت فيه ده.
لا، انا مش هركب خلايا تبريد عشان ابقى زي اي واحد مربي مبتدئ. يا جماعه، ما بيحسش بالجوع الا اللي جاع. الجعان هو اللي يحس بواحد تاني جعان، العطشان هو اللي يحس بعطشان، انما واحد شبعان عمره ما هيحس ابدا بالجعان. اتمنى لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحة واسعد حال. اللهم امين يا رب العالمين، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والسد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.